اهلا بكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده. فيلم النهارده ذا سيفنث سيل. ذا سيفنث سيل هو فيلم سويدي من انتاج 1958، وهو فيلم دراما وفانتازيا. الفيلم بيحكي قصه فارس عائد من الحمله الصليبيه بيواجه شكوك حول ايمانه ويقينه في مواجهه شطرنج مع الموت. الفيلم من إخراج وكتابة إنجمار بيرجمان، واللي الفيلم ده كان مشروع شخصي بالنسبة له لأنه ساعده على مواجهة خوفه المرضي من الموت. إنجمار بيرجمان كان من الناس اللي فكرة الموت بالنسبة لها مرعبة جدا لدرجة مرضية، فالفيلم ده كان بالنسبة له زي علاج. واللي ألهمه للفيلم ده أفلام أكيرا كوروساوا اللي كانت دايما بتتكلم عن الحياة والموت وقيمة ان احنا نعيش. واقتبس لقطة لعبة الشطرنج الشهيرة، فارس قاعد بيلعب مع الموت، من كنيسة في السويد. الفيلم ده بقى اصلا هو اقتبسه عن مسرحية كان كاتبها من فصل واحد بس، والمسرحية دي كانت بيستخدمها كتمرين للطلبة اللي بيدرسوا عنده. وصور مشهد الرقصة على الجبل الشهير بتاع الشخصيات وهي بترقص مع بعض على الجبل بعد ما بعض الممثلين روحوا بيوتهم، فاضطر ان هو يرتجل وهو واقف لان الفكره جات له وهو واقف، واستخدم مجموعه من السياح اللي كانوا واقفين، وكان المشهد كله عباره عن سلسله من الارتجال. ليه؟ عشان عجبته شكل السحاب اللي في الخلفيه. الفيلم ده بقى كان بيستخدمه انجمار بيرجمان كدعايه للفيلم اللي بعده، واللي هيطلع بعده ب10 شهور بالظبط، وهو فيلم وايلد ستروبريز. فهنلاقيها ان هي بتتقدم في الفيلم كذا مره للبطل كاكل، وبتتذكر في الفيلم كذا مرة. الكنيسة بقى اللي هو اقتبس منها منظر لقطة الشطرنج الشهيرة وشكل الفيلم عموما والكنايس اللي فيه، ده كله اقتبسه من الكنيسة اللي أبوه كان شغال فيها قسيس. احنا عملنا فيديو عن حياته وذكرنا فيه ان ابوه كان راجل متدين جدا وكان بيشتغل قسيس في كنيسه. ابتدى بقى كتابه السيناريو ده لما كان تعبان في مره في المستشفى، وهو قاعد جوه كتب السيناريو. دي حاجه مشتركه عند بيرجمان لان هو كان بيقعد في المستشفى كتير كل شويه، فكان كل ما يقعد في المستشفى يطلع لنا فيلم حلو. السيناريو ده بقى بعد ما طلع من المستشفى وجه قدمه عشان ينتجوه، محدش راضي ينتجوه له، اترفض كذا مره، واعاد كتابته 5 مرات. بس بعد ما كسب السعفه الذهبيه عن فيلم سمايلز ات سمر نايت، ساعتها بقى راح كله قال له هات بقى الافلام اللي عندك ننتجها لك، فانتجوا له الفيلم. والفيلم ده بالنسبه لانجمار بيرجمان هو فيلمه المفضل من كل اعماله. مدير التصوير هو جونار فيشر، واللي استخدم هنا بقى اسود حاد جدا وابيض حاد جدا ورمادي واضح جدا. الالوان بتاعت الفيلم اللي هو ابيض واسود، درجات بقى الابيض والاسود هنا حاده جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع النعومه او الخفه. لا، هو مقصود جدا ان هو الفيلم يطلع بالشكل ده، ومدير التصوير هنا نجح جدا في ده. والموسيقى التصويريه من إيريك نودجرين. الفيلم من بطوله ماكس فون سيدو في دور أنطونيوس بلوك، وهو اول فيلم ليه مع بيرجمان، واللي هيتعاونوا مع بعض بعد كده في كذا فيلم. بيشاركوا البطوله بنكت إيكاروت في دور ديث او الموت، والراجل هنا الحقيقه يعني مفيش تمثيل للموت احسن من كده. فارس قاعد على الشاطئ قدامه رقعة من الشطرنج، بيجي له الموت بيقول له أنا جنبك من زمان. بيتفق معاه إن هم يلعبوا مباراة شطرنج، وطول ما هو مش بيخسر هيسيبه عايش، وفي النهاية لو كسب هيسيبه يعيش، ولو خسر هياخد روحه. والبلد فيها وباء والأرض في حالة من الضنك والحزن. بيروحوا كنيسة فيها رسام بيرسم عن وباء انتشر في الأرض. بيدخل الفارس يعترف للقسيس، بس مفيش حاجة جواه يقولها. جواه لا مبالاة وبلادة شعور، وكأن الإيمان اللي في قلبه مات. الفارس عنده مشكلة إنه مش عارف يشوف الإله بوضوح وسط الموت والإحباط اللي حواليه وجواه. هو عاوز معرفة بدليل وليس إيمان بيقين، عاوز حقائق مش مواعظ. بيكتشف إنه القسيس هو نفسه الموت، وكان بيخدعه عشان يعرف خطته في ماتش الشطرنج. وبنعرف إنه الفارس ومساعديه كانوا في الحملة الصليبية التي فشلت لمدة 10 سنين متواصلة من حياته. بيطلعوا يلاقوهم رابطين بنت عشان مقتنعين إنها سبب الوباء لأنها تعرف الشيطان. وهم ماشيين بيلاقوا الشخص اللي أقنعهم يروحوا الحملة من البداية، بيلاقوه بيسرق من شخص ميت، وده بالمناسبة أحقر شخصية في الفيلم كله. بنشوف عرض للممثلين بيحاولوا يضحكوا الناس، وفي نص العرض بيدخل القرية قافلة للمتدينين
بيجلدوا نفسهم عشان يكفروا عن ذنوبهم ويعبروا ويبعدوا الوباء في مشهد من أروع المشاهد في تاريخ السينما. حالة من الرهبة بتملى المكان، نحيب، بكاء. القسيس بيقول لهم انه الاله بيعاقبهم بالموت الاسود اللي هو البلاك ديث او الطاعون. بيقف القسيس اللي شبه سيرجيو راموس يمسح بكرامة الكل الأرض وسط ذهول الفارس والفنانين. الفارس بيعجب بالفنان وأسرته وبيعزمهم يروحوا معاه قلعته لأنها أمان بعيد عن الوباء. والأول مرة من سنين بيحس بحاجة، بيحس بالحياة، بيفتكر مراته وحياته القديمة. كل ده بسبب بساطة الفنان ومراته وابنه وحياتهم الجميلة. بعدها بحس كله عزيمة بيرجع لماتشه بتاع الشطرنج مع الموت. بيلاقوا جنود رايحين يحرقوا البنت اللي كانوا قابضين عليها لأنها تعرف الشيطان. هو متأكد إنها بس خايفة وإنها لا بتشوف شيطان ولا حاجة. بيحاول يساعدها وبتموت قبل ما يحرقوها. بيرجعوا تاني في الغابة يلاقوا الراجل الحقير ده اللي كان أقنعهم يروحوا الحملة عنده الوباء ومصاب بالطاعون، وبيقول لهم حد يساعدني. محدش طبعا بيساعده غير البنت اللي هو حاول ان هو يعتدي عليها في اول الفيلم. بتحاول تساعده ولكن السكواير او المساعد بتاع الفارس بيمنعها. بعدها بيكمل مباراته مع الموت. والغريب ان الفنان بيشوفهم عادي بس بيستغرب لان هو بس اللي شايفه طول الفيلم. طول الوقت اللي هو بيلعب معاه شطرنج ما كانش اي حد تاني بيشوفهم ما عدا الفنان. المرة دي هو الوحيد اللي شافه. بياخد مراته وابنه ويهرب في وسط العاصفة. بعدها من غيرهم بيكمل الفارس ومجموعته وبيوصلوا القلعة مع الباقيين، وبيلاقي مراته الكئيبة مستنياه مش عارف زعلانة على ايه. الراجل ما غابش غير 10 سنين يعني عشان ما خدش معاه كيس الزبالة وهو طالع. وهم قاعدين بيتعشوا سندوتشات كبدة ومراته قاعدة بتقرا الإنجيل كله قبل ما ياكله. بيجي الموت وكلهم بيشوفوه المرة دي. كل واحد بيقابله بطريقة، اللي بيخاف واللي بيتضرع واللي بيدعي واللي بيغضب واللي بيتفاوض. بيجي النهار وبتروح العاصفة. بنلاقي الممثل ومراته وابنه اللي كنا فاكرين ان هم هيموتوا في العاصفة عايشين. بيطلعوا من الكاريتا اللي هم راكبينها دي وبيلاقوا المجموعة كلها بتطلع على الجبل بترقص ايد بايد ماسكين في عباية الموت. وبينتهي الفيلم. اسم الفيلم نفسه هو من إنجيل القديس جون تحديدا في شابتر 8، واللي بيتقال فيها ولما فتح الختم السابع حصل سكوت في السماء. وده هنا يعني بيحمل معنيين، ان هو المقصود طبعا في الفيلم بالختم السابع اللي هم فيه ده ان هو دي النهاية، وفي نفس الوقت السكوت اللي في السماء اللي هو السكوت الإلهي على اللي بيحصل، وان هو مفيش تدخل إلهي بالنسبة للفارس نفسه ونظرته ان هو ازاي ده كله بيحصل والاله مش بيتدخل. وباء وحرب وفشل، وخصوصا ان هو راجع من حملة المفروض ان هو كان فيها بيدافع عن الدين وبيدافع عن الكنيسة لمدة 10 سنين من حياته، في الاخر طلعت كلها كذب. بنلاقي بقى في الفيلم ان الشخصية اللي بيمثل الموت هنلاقيه عنده برود، عنده حالة من الهدوء كده واليقين، كأنه عارف كل حاجة هتحصل من قبل ما تحصل. ده المقصود بيه هو حتمية وجوده. المقصود بيه ان هو مش شخص بيتساءل، مش شخص بيسأل، ومش شخص بيستفسر. هو عارف كده كده، عارف هو جاي مادام جالك خلص الموضوع. وبنلاقي هنا اللي في نظر الفارس بقى هو شاف الموت بعينه حرفيا ورمزيا. فهو حرفيا شافه في الحرب وشافه حواليه في كل حته بسبب الوباء، فهو متاكد يقينا من وجود الموت. ولكن هو الشك اللي جواه خلاه عايز يشوف الاله، هو عايز يتاكد وعايز دليل وعايز حاجه تثبت له وجود ده بشكل مادي، حاجه يمسكها في ايده زي ما هو قاعد بيلعب شطرنج مع الموت. مفيش اكتر من كده دليل مادي. فهو هنا الصمت اللي مقصود في الايه اللي في الانجيل والصمت اللي مقصود بيه هنا في الفيلم والازمه الوجوديه اللي عند الفارس كلها بسبب ان هو مهما تواصل مع الاله مش بيرد عليه، ولكن بمجرد ما يتواصل مع الموت بسهوله جدا بيرد عليه. بنشوف هنا الفارس بقى والتضاد اللي بينه وبين السكواير اللي هو المساعد بتاعه. هنلاقي ان الفارس الايمان بيطارده وهو بيطارد الايمان، هو بيبحث. السكواير هو راجل مشكك، هو راجل رافض للايمان ورافض للدين من البدايه، لان هو خلاص هو ما بيتعاملش غير بالشكل اليقيني. يعني هو شايف ان حواليه الوضع انهار وان هم ضيعوا 10 سنين من حياتهم وان اوروبا رايحه في 60 داهيه، يبقى احنا اكيد غلط، يبقى كل اللي بيحصل ده اكيد مش حقيقي. الفارس هنلاقيه مثالي جدا في مبادئه وعنده نوع كده من المثاليه المبالغ فيها شويه. هنلاقي برضه في الجانب الثاني السكواير واقعي جدا، هو عارف اللي بيحصل في الدنيا، عارف اللي بيحصل في الحقيقه، لا يدعي انه افضل من حد،
ولا يدعي ان حد افضل منه، وبيتعامل عادي جدا، هو ما عندوش ايمان بالبشريه زي الفارس. الاتنين دول بقى بيلعبوا كده على بعض، شخصياتهم بترد على بعض بالافعال، زي دون كيخوتي وسانشو المساعد بتاعه في قصه دون كيخوتي اللي هي الكلاسيكيات الادب العالمي. هنلاقي ان هما الاتنين دول برضو مشابهين ليها جدا. الرحله بقى دي بتاعت الايمان اللي بتاخد الفارس من بدايتها وحتى نهايتها، الشك اللي جواه ده كله اللي مؤرقه ومؤرق منامه، هو عباره عن رحله للبحث عن اليقين. ودي حاجه هو مش بيوصل لها في النهايه، هو بيوصل في النهايه لحاجات تانية عن طريق الناس اللي قابلها، مش بيلاقي اليقين اللي هو بيدور عليه. هنشوف بقى اللي هم الفنانين اللي جوه القصه واللي بياخدوا جزء كبير جدا من الفيلم. هنلاقيهم ان هم بيمثلوا الحب الفطري، البساطه، بدون جشع وبدون طمع وبدون يعني ما بيكبروش المواضيع. هي صباح الفل، خلينا نتبسط، خلينا نحب بعض، خلينا نتعامل، خلينا نضحك ضحكه حلوه ونعدي كده ليلتنا وايه، ويعني عدوا ايامكم عشان هي ايام سودة كلها. فهم بيمثلوا النظره اللي عكس بالظبط نظره الفارس اللي هو بيدور على معنى للحياه، هم بيخلقوا لنفسهم معنى وبيخلقوا لنفسهم حياه، وهم بيرضوا باللي موجود. اكبر مثال وكنايه ورمز على ده هنلاقيه موضوع اللبن والفراوله. هم بياكلوا فراوله كتير في الفيلم وبنلاقيهم بيشربوا لبن، ودي حاجه يعني مش غدا ولا فطار، يعني هي حلوه بس مش اكل. هم راضيين جدا بده ومبسوطين وبياكلوها كانها وليمه. ده بيبين لنا رضاهم بالحياه وسعادتهم، وان هم بيكتفوا بالحد الادنى وبيقولوا عليه شكرا. وده اللي بيودينا لان الشخص الوحيد اللي بيشوف السيده مريم المفروض في الفيلم بيشوفها مرتين هو الفنان ده اللي هو بيقود الفرقه التمثيليه. هو ده الشخص الوحيد اللي بيشوفها مرتين، وهو الوحيد اللي بيشوفهم في النهايه وهم بيرقصوا على الجبل. ليه؟ لان الفنانين ناس عندها رمزيا يعني خيال، ناس عندها قدره على الاستنباط، يقدروا يشوفوا اللي بقيه الناس مش بتشوفه، يقدروا يشوفوا حاجات في العالم خيالهم يسمح لهم ان هم يشوفوها. فهم من جواهم اكثر شفافيه من بقيه الناس. هو بقى الشفافيه بتاعتهم دي بقى والحياه البسيطه بتاعتهم هي اللي بنلاقيها بعد كده لما الفارس بيكون ساخط جدا على الدنيا، وبعد ماتشه مع الموت بنلاقيه لما بيشوفهم وهم بيشربوا اللبن وبياكلوا الفراوله وبيلعبوا مع الطفل الصغير اللي معرفش ليه محدش راضي يلبسه هدوم، بنلاقي ان المشهد ده بقى بيرمز للحب والبراءه، وبيديله هدف في الحياه بعيد عن الشك اللي جواه، ان هو يخلق لنفسك انت هدفك، ومش ما تدورش على حد يديك حاجه تعيش عشانها. حتى في وسط الموت ده كله والرعب، حتى في وسط الاوبئه، حتى في وسط الشر ده كله، بيلاقي ان هو ممكن انسان يلاقي لنفسه هدف في حاجه بسيطه قوي زي شويه لبن، شويه فراوله، وعيل صغير. ده بقى بيفكرنا بايه بالظبط؟ زي فيلم تيست اوف تشيري للمخرج الكبير عباس كيارستامي، اللي بيتكلم برضه عن حاجه مشابهه، اللي هو ان انت تخلق لنفسك معنى ولو كان تافه ولو كان بسيط. مين بقى اللي هم الجماعه اللي كل شويه يقعدوا يضربوا نفسهم بالكرابيج والحاجات دي كلها، والناس اللي بيحرقوا البنت؟ ده رمزيه عن الماس هيستيريا او الجنون الجماعي، الحاله اللي بتخلي الناس تخش فيما يسمى بالويتش هانت، او ان هم يدوروا على كبش فدا، حد يطلعوا فيه الغضب اللي عندهم، حد يشيل الليله من الاخر. فهم هنا بنلاقيهم بيدوروا على حد كده، وفعلا في النهايه لما بيقعدوا طول الوقت يعملوا في نفسهم هم ويضربوا على ذنوبهم هم اللي وصلت المكان لكده، وده بقى بيتبوتق في النهايه كله بان هو بيمسكوا البنت اللي ملهاش اي ذنب وغالبا طفله وبيحرقوها. دول كان مسماهم وما زال هو المطهرون. هم طبعا لا مطهرين ولا منينا عليهم، ده هم مجموعه من اللي يعني المتطرفين فكريا والجهلاء. وده اللي بيحصل لما تدور على معنى للحياه وانت جاهل. لما بتكون جاهل وتدور على المعنى للحياه، ده بيخليك قاسي وبشكل مفرط جدا. ايه معنى الرقصه الاخيره اللي في الفيلم؟ رقصه الموت وهم طالعين بقى على التله مع الموت. دي اقتباس من رسمه كنسيه واحتفال مننا واحتفال من الفيلم بالموت، واننا كائنات فانيه، احتفال بالفناء، وان دي اللحظه اللي كله بيتساوى فيها. فارس مساعد بتاعه، زوجته، واحد حداد وزوجته، ناس من طبقات مختلفة، ناس بمعرفة مختلفة، ناس بعلم مختلف، ومع ذلك كله بيتساوى في الموت. وده احتفال بالحتة دي، ان الموت ما هو الا في النهايه رحمه. ان انت تخيل ان كل الناس اللي في الفيلم دي واللي مبسوط واللي خايف واللي بيهرب واللي بيسرق، كل الناس دي عندها كل الحاجات دي في العمر القصير ده، 60 70 سنه بالكتير. في زمانها طبعا كان اقصى واحد بيعيش 50 سنه، يبقى كتر خير الدنيا. تخيل ان كل ده
في 70 80 سنة. امال لو عشنا 100، لو عشنا 200، لو عشت 500، ولو عشت 1000، لو عشت للأبد، هتبقى الحياة عاملة ازاي؟ هتبقى سواء. طيب هنلاقي هنا في الفيلم ان في حاجات غريبة شوية بتيجي مع بعض. فهتلاقي ان هو ايه، الحروب الصليبية مع الطاعون الاسود، مع جماعه المطهرين دول، وده اللي حصل بالفعل، مع مطارده الساحرات وبرضه حصل بالفعل بس في مكان تاني. الحاجات دي كلها بتحصل مع بعض في نفس الوقت في نفس المكان. ده ما حصلش، الحاجات دي ما حصلتش لا في نفس الوقت ولا في نفس المكان. طب ليه بيرجمان حاططهم هنا مع بعض؟ ده ليه سبب، لان بيرجمان بيحاول هنا يعمل اسطوره عابره للزمن، حاجه عالميه، حاجه لكل حته ولكل مكان، يوصل لك ان فكره ان كل العصور فيها القلق نفسه والخوف نفسه والحاجات نفسها، وكل ده يعني بيرمز لفتره الحرب البارده والذعر النووي اللي كان موجود في العالم في الخمسينات والستينات، والفقره احساس ان الناس كلها كانت حاسه ان العالم قرب ينتهي. وده نفس الاحساس اللي عندنا دلوقتي، وده نفس الاحساس اللي هيكون عند عيالنا، وده نفس الاحساس اللي هيكون عند عيالهم. كل ناس بتيجي مقتنعه ان النهايه جايه قريب. بنلاقي بقى في الفيلم ان كل شخص بيعيش بالطريقه اللي يعرفها اثناء الفيلم. فبنلاقي ان الفارس بيبارز في الشطرنج، دايما بيحط حياته على يعني على الرهان، بيراهن بحياته. الفنان بيغني، بيحاول يسعد الناس، بيحاول يلاقي يعني يولع شويه نور في وسط الضلمه. بتيجي لقطه جميله جدا في الفيلم لما بيجي الجماعه اللي هم المطهرين دول، فبنلاقي ان هو القائد بتاعهم واقف كده، وفي النص الصليب وعليه تمثال للمسيح، وفي الناحيه الثانيه بنلاقي الفنانين. هنلاقي ان الصليب مزنوق في النص ما بين الاثنين، وهنلاقي ان هو الفنانين مزنوقين قوي في الكورنر، والقسيس واخد المكان كله لوحده. دي رمزيه، دي رمزيه على ان التطرف والجهل والقسوه اقوى بكتير في الوقت اللحظي ده من الرحمه ومن الفن. ولكن مع الوقت ومع نهايه المشهد هم اللي بيفضلوا في الكادر، هم اللي بياخدوه، ففي النهايه هم اللي هينتصروا. ولكن الموضوع محتاج ان هم يتحملوا وجود زي ده. برضو بنشوف نظرتهم للكيان الالهي نفسه عندهم. فبنلاقي ان هو الفارس بيبص له على ان هو زيه، عشان كده هو بيشك، لان هو عايزه زيه، بياخد اكشن، بينفذ، بينقذ، بيخش على طول، وفعلا دلوقتي فورا يتحرك، يعمل حاجه فوريه، يعمل حاجه ماديه. هنلاقي ان المساعد عشان هو مشكك وعشان هو عنده حاله عامه من اللامبالاه، فهنلاقيه ان هو وجواه حاله من الغضب، فهنلاقيه هو ان هو باصص للاله بنفس النظره، عشان كده هو مش قابله. وهكذا هنلاقي ان الفنان باصص برضه للاله على انه هو جميل ومحب وروح جميله، فهو لان هو نفسه كده، فكل واحد بيبص لإله بالصورة بتعكس حالته هو شخصيا. والجميل بقى ان تلاقي زي في مجتمعنا بالظبط كله بيتكلم عنه بلسانه كأنه هو. طيب انت مين اللي وكلك ان انت تقول الاله عايز والاله مش عايز والاله؟ محدش وكلك، ولكن الجميع بيحس ان هو يعني موكل ان هو يعمل حاجه زي كده، في حين ان هو اصلا ما بيعرفش يتكلم. فبنلاقي خطاب الكراهيه والحقد من الراجل اللي هو المفروض ان هو زعيم المتطهرين دول، فبنلاقيه ان هو بيحرض ضد الستات وضد الفقراء وان هم السبب في اللي احنا فيه. طب يا جماعه، يعني انتوا بتجيبوا منين الرخصه عشان تتكلموا عن لسان الاله نفسه؟ دي حاجه البشر بيلمعوا فيها جدا على مر العصور. فبنلاقي برضه زي ما كله شايف الاله على صورته، كله زعلان من الوباء لاغراضه الشخصيه. فبنلاقي ان التاجر زعلان عشان مش بيبيع، الناس بتموت ومحدش بيشتري. ونلاقي ان الست اللي شغاله في المطعم زعلانه ان مفيش ناس كتير برضه بتيجي، فبتالف قصص وبتعمل اشاعات وبتعمل مجال، يعني بتحرك الدنيا. يعني ناس تانية بنلاقيها بتاكل وبتشرب وعايشه بقى، مديها الدنيا صارمه وعايشه مادام قادرين دلوقتي، مادام الدنيا لسه موجوده. وناس تالتة ما بتاكلش خالص ومتقدره من حاجه هي مقتنعه ان هي جايه النهايه، وفي النهايه كل الناس دي مقتنعه ان يوم الحساب جاي. فانت تلاقي التاجر زعلان ان محدش بيشتري، بس هو مقتنع ان القيامه جايه، فهو في نفس الوقت ايه، يعني عايز يكسب شويه لحد ما القيامه تيجي. بنشوف بمناسبه بقى المطعم والبار، في مشهد بتاع الممثل في البار لما الراجل الحقير ده بيسخنهم عليه، وبنشوف ان هم بيحاولوا يهنوه، بيحاولوا يكسروه، بيحاولوا ان هم يعني يمسحوا الارض في المكان. وفعلا بينجحوا في ده، يقعدوا يعني بيجبروه انه يرقص ويرقص ويرقص ويرقص، في حين ان ده شخص يعني ذنبه الوحيد ان هو حاول ان هو يساعدهم، حاول ان هو يخفف عليهم. وده غالبا بيبقى دايما جزاء الشخص اللي بيحاول قدر الامكان ان هو يساعد الناس اللي حواليه، في النهايه هو بياخد بالجزاء. فالاحسن هنا ان هو ما يتساعدش غير اللي بيطلب المساعده، ما تروحش تساعد الناس كده يعني وخلاص. فهتلاقي ان هو في الفيلم قسوه الانسان دايما بتتوجه ناحيه اللي بيساعده، فهنلاقيهم ان هم بيقسوا عليه جدا. ودي
يعني من السلوكيات الحقيرة في البشرية، وهو الإفراط في القسوة مادام تقدر. برضو بنشوف هنا في الفيلم البلوكينج عند بيرجمان من الناس عموما اللي هو إيه، يعني بيتعامل مع التصوير بشكل مينيمال شويه، اللي هو ما بيحبش يبالغ. فنلاقيه هنا برغم شكل الفيلم الفظيع وبرغم جمال الكادرات، البلوكينج ومين يقف فين في الكادر، مين يقف قدام مين، طول الفيلم معموله بشكل مدهش. كل تفصيله، كل ربع في يعني كل حته في الشاشه فيها حاجه، فيها تفصيله، فيها وش، فيها دليل، فيها حاجه تشوفها كأنه بيرسم بكل كادر لوحة. واللي هتستغربوا لما تشوف الفيلم ده، ودي حاجة أنا كنت يعني أنا شفت الفيلم من فترة طويلة بعد كده رجعت شفته تاني، هتلاقي إن هو الفيلم فكاهي أكتر بكتير مما أنت متوقع، حتى أكتر بكتير من ما موضوعه يتحمل. الفيلم بيتكلم عن الموت والوباء والطاعون الأسود، فتلاقي إن هو الفيلم كوميدي. الفيلم فعلا يعني في مشهد بتاع الراجل الممثل اللي محبوس، اللي هو علقان فوق الشجرة وبيجي الموت من تحت يقطع الشجره، ده ممكن ينفع مشهد في فيلم كوميدي. الموت حرفيا هو اللي بيقطع الشجره. فيعني الفيلم فيه هزل كتير، وهو نوع من الكوميديا السوداء. عشان يعني لازم برضو لما ننظر للحياه ننظر لها ببعض من الجنون وبعض من العبثيه. بنلاقي ان يعني الازمه الدينيه اللي عند الفارس بتتلخص في جمله لما بيقول في حته ان هو انت عشان تؤمن ده معناه ان انت كانك بتحب حد في الضلمه، حد ما بيردش عليك مهما سالته. فهو هنا الفكره ان هو ده يعني زي تلخيص لكل اللي قلنا قبل كده. فكره ان هو الراجل ده زي ما شاف الموت بشكل زايد عن اللزوم قدامه يقينا، عايز يشوف الناحيه التانيه قدامه يقين، بس في نفس الوقت هو ما نفاش للحظه ان هو بيحب الاله، وان هو من جواه في المحبه دي موجوده ومش عارف ينتزعها. عشان كده هو قال الجمله دي في الفيلم، لان هو مش قادر ان هو يطلع من ده. عشان كده زي ما قلنا هو بيطارد الايمان والايمان بيطارده. برضه بنشوف لما قلنا العبثيه، فهتلاقي ان هو يعني المشهد بتاع الراجل اللي هو الممثل ده بيهرب مع مرات الحداد، وبعد كده بيلاقوها ومش عارف ايه، بترجع له تاني وبتسيبه، فبيمثل ان هو ميت عشان يهرب من الحداد اللي هو كان هيرزعه بالشاكوش في وشه. فتلاقيه بعد كده يمثل ان هو ميت، بيمشوا بعد كده بيطلع فوق الشجره وبيجي الموت يقطع الشجره وبيموت فعلا. فده زي ما قلنا في فيديوهات كتيره قبل كده، الموت مش محتاج سبب. الموت ممكن يجي لك في اوقات انت مش متوقعها، لان هو ملوش معاه، ملوش مقدمات. ودي عبثيه الحياه. انت ممكن تلاقي اكبر ملك يموت في الحمام، واقل واتفه شخص في العالم يموت وهو بينقذ مدينه كامله، محدش يعرف. بنشوف بقى بمناسبه الحداد ده ومراته اللي حرفيا بتخونه وبتسيبه وبتروح مع الفنان، وبعد كده بيقعد يدور عليها وكل شويه يعيط وكل شويه، بعد كده ترجع له تاني. هو في البدايه اصلا كان بيعملها وحش، بعد كده عايزها ترجع، بعد كده رجعت له هيعملها حلوه جدا، بعد كده هيرجع يعملها وحش. ده بيمثل احنا والدنيا. كل ما بنعوز حاجه ونفضل نسعى عشانها قوي قوي قوي، وبعد كده تبقى بتاعتنا نتعامل ونزهق، بعد كده تروح مننا نقعد ندور عليها، بعد كده ترجع تبقى بتاعتنا، وهكذا. احنا ورغباتنا في الدنيا دايما في حاجه جديده عايزينها، دايما في حاجه بندور عليها، ودايما بنزهق منها. احنا عمرنا ما بناخد بالنا من الحاجه وهي موجوده. طيب سؤال، ليه بقى الفنان بيشوف السيده مريم والمسيح مرتين، وبيشوف الجماعه في الاخر وهم بيرقصوا على التله، ومراته ما بتشوفهمش ولا مره؟ زي ما قلنا ان هو فنان، وان هو صاحب خيال، وان هو بيحلم، وان هو يقدر يشوف الحقيقه حتى لو الناس قالها عليه ان هو واهم. وهي بتمثل الحنان، بتمثل الامومه. فالخلاصه هي ان الفن بيحيي الخيال، والحب بيطول العمر. فالحب هو اللي انقذهم، وخياله هو اللي خلاهم يشوفوا، وفي النهايه اجتماعهم هما الاتنين مع بعض هو اللي خلاهم ان هما يوصلوا لحد النهايه ويبقوا سعداء في وسط كل الظلام ده. من بدايه التاريخ المسجل حصل تقريبا اكتر من 10,000 حرب، مات فيهم اكتر من 200 مليون بني ادم، وعندنا على كوكبنا اكتر من 4300 ديانة مختلفين، جواهم في أكتر من 40 ألف مذهب مختلف. حتى الفلسفة عندنا فيها أكتر من 200 مذهب فلسفي مختلف. ومنذ بداية حياتنا على الأرض عاش أكتر من 117 مليار بني آدم. الحاجة الوحيدة اللي كل الناس دي هتشوفها، الحاجة الوحيدة اللي كل الناس دي هتتفق عليها، الحاجة الوحيدة اللي عليها إجماع ما فيهاش أي نقاش وما فيهاش أي فصال، هي الموت. الموت جاي للكل، أعلى واحد وأوطى واحد، الكويس والوحش. وفنائنا ده مش عيب، دي ميزة. فيلم
الختم السابع أو The Seventh Seal هو مش فيلم عن الطاعون ولا عن الحرب، هو عن الإنسان اللي عايز يشوف بعينه مش بقلبه، عن الخوف وعن الشك وعن حتمية الموت. الفيلم عنك، عن حياتك اللي هتقعدها كلها تدور على حاجة قدام عينيك، ولما تلاقي الحاجة دي هتفرح بها يومين وبعد كده هتقعد تدور على حاجة تانية، عن طمعنا وعن قلة رضانا، عن نسياننا للوقت واهتمامنا ببكرة أو حتى بامبارح. كل ده مع العلم إن ممكن يكون علاجنا في قعدة بسيطة، في كلمة حلوة، في ضحكة طفل، أو في شوية فراولة وكوباية لبن. الفيلم ده من أهم الأفلام في تاريخ أوروبا والعالم. طبعا احنا بنقول ده كتير على أفلام كتير بس عشان احنا هنا بنعمل الأفلام المهمة، بس هو الفيلم فعلا من الأفلام اللي هو ما ينفعش تقول أنا بحب السينما وتكون ما شفتهاش. من روائع بيرجمان، من روائع السينما، ومن روائع السويد، ومن أعظم الأفلام اللي اتعملت اللي بتناقش الموت والإيمان والبشرية والحالة الإنسانية. الفيلم حصل على 9 جوائز وترشيحين. الترشيحين دول كانوا في مهرجان كان، واحد على جايزة لجنة التحكيم والتاني للسعفة الذهبية، ولكن ما كسبش ولا واحدة من الاثنين. قطع الشطرنج بقى اللي استخدمت في الفيلم دي اتباعت في 2009 ب 145 ألف دولار، والفاتيكان شخصيا اختار الفيلم ده في قائمة من 45 فيلم بيعتبرهم أفلام ذات قيمة حقيقية. الناقد الكبير روجر إيبرت حطه في قائمة أفلام عظيمة، والبي بي سي اختارته رقم 30 في أحسن 100 فيلم غير ناطق بالإنجليزية في تاريخ السينما. وتقييمات الفيلم على IMDb الفيلم واخد 8.1 من 10 وهو رقم 222 في أحسن 250 فيلم في الموقع. على ميتاكريتيك الفيلم واخد 88 من 100. على روتن توميتوز الفيلم واخد 93 من الجمهور و93 من النقاد. وعلى ليتر بوكست الفيلم واخد 4.3 من 5 وهو رقم 106 في أحسن 250 فيلم على الموقع. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.